دي مسائل الخير على الغاليين. طبعا دي ايه بصل مع توم. تمام. هتعملي النهارده يا بشوشه؟ هقولك هعمل ايه اكل سهله وسريعه. المشكله بقى ان انا رحت النهارده السوق بكمون، شويه فلفل اسمر. خلاص كده يا بشوشه، خلاص يا بشوشه. ايه المشكله بقى؟ انا رحت السوق بصراحه لقيت ايه في تجمع كتير قوي قوي. يا ترى ده ايه؟ والناس متجمعه ليه؟ اتقابلني بقى في ايه بسم الله، في زيت عاملينه عرض، يعني القداستين ب70 جنيه او ب75 جنيه تقريبا. تمام. طيب ايه المشكله بقى؟ زحمه جدا جدا، وفي نفس الوقت كمان ايه لقيت بعض الناس يعني بجد في ايه الناس اتبهدلت بسبب الزيت ده. لقيت عين واحده منقبه داخله بالنقاب، الله المستعان، طلعت من غير النقاب. طب ليه؟ احنا ممكن نعمل طابور، يعني مثلا يكون حاجه زي كده. ايه المشكله لما نعمل طابور الحريم وطابور للرجاله، واحد محترم يقف ياخد من الحريم وواحد محترم ياخد من الرجاله؟ ايه المشكله في كده؟ لكن كله خلطبيطه، كله مع بعض، الله المستعان. انا بصراحه شفت المنظر ده بقيت زعلانه جدا، فقلت يعني ايه المشكله لما نعمل طابور للحريم وطابور للرجال. طبعا دي بسله انا كترت عليها الجزر والبطاطس، لان كميه البسله قليله. تمام. وده اختياري، ممكن في ناس بتحطي بطاطسايه واحده جزرايه واحده، انا كترت شويه على حسب. تمام. بس ده كان رايي بالنسبه موضوع الزيت والحاجات اللي بتطلع فيها عروض. فما ينفعش يا جماعه كله مع بعضه كده. في ناس بتتعذب وفي ناس كبيره في السن، والله شفت فيها العجب بصراحه، يعني ناس كبيره في السن وناس محترمه وناس منقبه، فسبحان الله كله اتبهدل مع بعضه في نفس الوقت كمان. يعني دي اهانه برضو ليهم يعني. فيا ريت يا ريت حد يعمل طابور للحريم وطابور للرجاله، مفيش فيها اي مشكله ان شاء الله. طبعا دي طريقه البسله سهله جدا، وفي نفس الوقت كمان رائعه. سعر البسله 20 جنيه. سعر البطاطس 15 جنيه، وفي 25 جنيه اللي هي الكبيره، انا جبتها وسط. تمام. سعر الطماطم 10 جنيه. سعر الجزر 10، والكيلو ربع ب10. ايه رايكم بقى في الشطاره دي يعني؟